خالد الغندور يهاجم أحمد حمدي لاعب الزمالك لغيابه عن أول ميران بعد العودة من الإجازة بدعوى السفر. جون إدوارد المدير الرياضي الجديد للزمالك يرفض عودة آرق حامد بسبب تحفظه على مستواه. الناقد السعودي سعيد السرامي: لا مقارنة بين بطولة الانتركونتيننتال وكأس العالم للأندية، ويشيد بدور صندوق الاستثمارات في صعود أهلي جدة. السرامي: لا مقارنة بين مواجهة أهلي جدة لأوكلاند ومواجهات الهلال مع ريال مدريد ومانشستر سيتي وأندية البرازيل. جونزالو غارسيا لاعب ريال مدريد يسعى لتسجيل هدفه الخامس في النهائي أمام باريس لحسم صراع الحذاء الذهبي. ناصر الدوسري لاعب الهلال يتلقى عروضا أوروبية بعد تألقه في المونديال. ويليامز حارس صن داونز وقائد جنوب إفريقيا: الأهلي وصن داونز والترجي أثبتوا قدرتهم على مقارعة الكبار في كأس العالم للأندية. ويليامز: الفوارق بين الأندية الإفريقية والأوروبية ضئيلة، والكرة الإفريقية تتطور وتملك المواهب. جمال عبد الحميد: لا مقارنة بين وسام أبو علي ومصطفى محمد إلا إذا لعب في نفس الظروف، مصطفى يلعب في فرنسا ووسام في مصر. عماد أيوب: وسام أبو علي تألق سريعا مع الأهلي وفاجأ الجميع، ويمثل إضافة قوية للكرة الفلسطينية في مصر. أيوب: وسام موهوب وقناص، لكن من الأفضل بيعه اقتصاديا وضم لاعبين بدلاء، رغم أن الفريق سيتأثر فنيا مؤقتا. وسام أبو علي يستحق أكثر من 8 ملايين دولار، مهاجم متكامل يسجل بالقدمين والرأس، وسجل هاتريك أمام بورتو في كأس العالم للأندية.